السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم في قناة محمد عصام. النهارده جاي اقدم لكم مشكلة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، هي حل مشكلة الصوت في لعبة جاتا 7. بس يا ريت لو اول مرة تشوفني تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا، ويلا بينا. وبعد ما رجعت لكم تاني يا شباب، وزي ما انتم شايفين كل اللي انت هتعمله انك هتنزل تحت الفيديو وهتدوس على اللينك اللي في الوصف، وهيبدأ انه ينقلك للصفحة ديت. كل اللي انت هتعمله انك هتحمل الملف ده. هتبدأ انك انت تدوس هنا كده وهتحمل الملف عادي. اهو يا جماعة بيحمل معانا زي ما انتم شايفين. وبعد ما ان شاء الله ما يحمل هرجع لكم مرة تانية. طيب يا جماعة، وبدأ بعد ما حمل زي ما انتم شايفين هو دوت الملف. كل اللي انت هتعمله انك هتدوس على الملف دوت وهتبدأ انك تنسخ الملف اللي جواه وتروح عند لعبة جاتا علشان تحمله. كوبي باست، وهيبدأ يحمل معانا زي ما انتم شايفين. هو دوت ملف الصوت، وان شاء الله بعد ما يحمل ارجع لكم مرة تانية. طيب يا جماعة، هو دوت بعد ما خلاص هو بينتهي. حبيت اصور لكم وهو بينتهي اهو زي ما انتم شايفين. بيبدأ انه يخلص معانا عادي خالص، ونبدأ ان احنا نفتح لعبة جاتا علشان نشوف الملف. بتبدأ انها تفتح معانا عادي اهو يا جماعة. هو مثلا نخش عربية نسمر اهي. تعالوا مثلا نشوف حاجة اهو. وبتبدأ ان هي تسمر والصوت يشتغل معانا. وكان دي نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان سهل وبسيط عليكم. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.